أقسم لك بالله أن هذا الموقف حدث معي أنا شخصيا. في رمضان اللي فات لقيت واحد بعت لي رسالة صوتية بيقول لي الحقني يا شيخ محمد. قلت له نعم. قال لي أنا بقالي شهر ما شفتش النبي في المنام. قال لي أنا بقالي شهر ما شفتش النبي في المنام. يا نهار أبيض، بقاله شهر ما بيشوفش النبي. امال هو بيشوف النبي ازاي؟ امال هو بيشوف النبي قد ايه؟ قلت لا ده ما ينفعش معاه رسائل صوتيه. اتصلت عليه، فلان نعم. قلت له بالله عليك وخلي بالك انا عملت كده مش مصدق نفسي، انا مش مصدق نفسي. بقول له حضرتك بتقول لي انك بقالك شهر ما شفتش النبي. الله يا شيخ محمد، وبدأ في العياط والبكاء والله العظيم. قلت له ازاي بقالك شهر؟ يعني انت بتشوف النبي ازاي؟ قال لي والله بشوف النبي في المنام كل شهر 3 مرات. بشوف النبي في المنام كل شهر 3 مرات. سبحان الله. في ناس بالفلاحة زي ما احنا بنتكلم كده يقول لك بتحفة علشان تروح تزور النبي، وفي ناس النبي هو اللي بيجي لحد عندها ويزورها. قلت له يعني انت بتشوف النبي في المنام كل شهر 3 مرات؟ قال لي أقسمت لك بالله أنني أرى رسول الله في المنام كل شهر 3 مرات. قلت له طب انت بتعمل ايه علشان اعمل زيك؟ انا نفسي اشوف النبي في المنام. قال لي لساني لا يكل ولا يمل من الصلاة على رسول الله. قال لي لساني لا يكل ولا يمل من الصلاة على رسول الله. بيقول لي أنا مش ببطل صلاة على النبي. أقل يوم بصلي فيه على النبي 3-4 آلاف مرة. وبيقول جيت في يوم كنت مضغوط في الشغل فقلت والله اللي هيخرجني من جو التعب والشغل ده الصلاة على النبي. قال لي صليت على النبي 18,000 مرة في يوم وليلة. 18,000 مرة. انت بقى وانا من قبلك امتى صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كده جينا في وقت وقلنا ايه؟ والله ده انا هخرج من بيتي لحد ما اروح الشغل هاخد الطريق ده صلاة على النبي. انا عندي شوية شغل في الغيط، طول ما انا شغال كده هذكر ربنا بالصلاة على النبي. انا فاضي النهاردة نص ساعة بدل ما اقعد على الرصيف واقعد على الشارع، سامحني في اللفظ يعني، اعاكس في بنات الناس واجيب في سيرة فلان وسيرة علان. لا ده انا هقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى للأهم من كده، للأهم من كده. قلت له بالله عليك ايه الثمرة اللي لقيتها في حياتك من بركة الصلاة على رسول الله؟ قال لي والله يا شيخ ما وقعت في هم وكرب ودين وبلاء، أي مشكلة من مشاكل الدنيا، أي تعب من متاعب الحياة وقعت فيه إلا وأخرجني الله عز وجل من هموم الحياة ببركة الصلاة على رسول الله. إلا وأخرجني الله عز وجل من هموم الحياة ببركة الصلاة على رسول الله.